في قلب غابات هيتي حيث لا تصل الشمس تقع قرية بوانت سالين، المكان الوحيد في العالم اللي بيحصل فيه أغرب حاجة ممكن تتخيلها. ناس بتدفن موتاها وبعدين بتلاقيهم ماشيين في الشارع تاني. النهاردة هنعيش مع بعض أسوأ كابوس ممكن يخطر ببالك، قصة حقيقية 100% عن ناس ماتوا وعاشوا تاني، لكن مش زي ما انت متخيل. في صباح يوم 12 يناير 1980 كليرفيوس نارسيس، راجل هيتي معروف، اتدفن قدام أهله بعد ما الأطباء أكدوا إنه مات. وبعد 18 سنة بالظبط اتشافه وهو بيتمشى في السوق. الراجل اللي كان ميت دلوقتي واقف قدامهم، لكن مش زي الأول. عينيه زجاجية مش بتتحرك، جلده بارد زي التلج، مش بيتكلم بس بيهز راسه لما حد يسأله. ولما سألوه انت كنت فين الفترة دي كلها، كتب على ورقة كنت عبد عند ساحر. والعلماء اكتشفوا ان السحرة في هيتي بيستخدموا سم خاص اسمه تيترودوتوكسين، بيخلي الضحية تبان انها ميتة لمدة 3 ايام وبعدها بتصحى من التخدير، لكن بيكون أجزاء كبيرة من مخها تلف. وإن السحرة دولت بيحطوهم في حالة تشبه الزومبي بتخليهم يطيعوا كل أوامره. الدكتور وات ديفيز اللي درس الظاهرة قال الضحايا دول أحياء جسديا لكن أموات عقليا، وده أسوأ من الموت نفسه. وآخر حالة مسجلة كانت لست اسمها فرانسينا اللي اتخطفت وهي عايشة، ولما لقوها بعد سنتين كانت بتشتغل في مزرعة قصب سكر ومش فاكرة اسمها، وكل يوم بتتناول حبوب غريبة من الساحر. وآخر حاجة قالتها قبل ما تموت إن هم ما كانوش أموات وإنهم كانوا عبيد عند الساحر. النهاردة في قرية كاملة في هيتي أهلها عايشين في رعب دائم، وبيقفلوا أبوابهم بالمساء وبيصلوا عشان أمواتهم ما يرجعوش تاني، وبيعملوا طقوس غريبة علشان يمنعوا السحرة من سرقة جثثهم. السؤال اللي مفيش حد عنده إجابته، إزاي نمنع السحر الأسود من سرقة إنسانيتنا؟ وهل في زومبي عايشين بينا دلوقتي من غير ما نعرف؟ وما تنسوش إن الموت أهون من إنك تكون بالحالة دي وإن يكون في حد بيتحكم فيه. ولو القصة عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات تحبوا نحكي لكم عن إيه تاني، وما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت وسبسكرايب. شكرا لكم.